عسلامة ومرحبا بكم مع ديوا سويت ناس. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا وصفة الهريسة التونسية المحرحرة والبنينة على طريقتين، واحدة إن شاء الله باش نستعملوها في التطيب والأخرى للساندويتشات. وصفة سهلة برشا، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وإذا عندكم أي سؤال ما تنسيوش تكتبوا لي في لي كومنتير. للغوسيت متاع اليوم تستحقوا كيلو فلفل شايح، 350 غرام ثوم، مغرفة كبيرة بسبيس كعب، مغرفتين كبار تابل وكروية، ملح حسب الذوق، زيت. أول حاجة نبدأ بها نوسعوا بالنا في تنظيف الفلفل حتى نكملوا الكمية الكل. ما نكذبش عليكم، أنا عاونتني أمي ربي فضلها لي، نحيولو الزريعة والراس الفوقاني قبل ما نغسلوه باش يبدلكم أسهل وما يتعبكمش. ما نوصيكمش عاد باش تلبسوا دي غون خاطرو حار برشا. نغسلوا الفلفل متاعنا مليح بالماء الدافي باش نحيو منه الغبره، وكان قعدت شويه زريعه تكمل تتنحى. نحطوه في صحفه كبيره ونغموه بالماء الدافي، نخليوه يتنفخ حكايه 30 دقيقه والا اكثر شويه، يلزم الفلفل يولي طري. نصفيوه من الماء مليح ونعصروه شويه باش الهريسه تقعد لنا مده اكثر وما تقراصش. في خلاط كهربائي والا المحقن هيك اللي نعملو بيه المرقيز في الدار والغرايبه، نرحيو الثوم متاعنا اللي سبق ونظفناه، نزيدوله مغرفه البسباس، انا حسيتها تبنن، كان تحبوا تنجموا تستغنيو عليها. نزيدوله الملح، انا استعملت ما يقارب 2 مغارف صغار، ونكملو بالتابل والكرويه والفلفل. نرحيوه مليح مليح، وكان حسيتوه واحل شويه حركوا بالمغرفه باش يتخلط كل شيء مع بعضه. الطريقه الاولى متاع الهريسه حضرت، ما بقى كان باش نحطوها في حكك ونغموها بالكدا بالزيت ونستحفظوا بها في الفريجيدير. تنجموا طيبوا بها كيما تنجموا تاكلوها هكاكا كان تحبوا الحار برشا. بالنسبة للطريقة الثانية، نزيدوا لها كمية من الزيت، حكاية كيس كبير، أنا استعملت زيت الذرة، ونخلطوها بالكدا حتى تولي التكستور متاعها كيما المايونيز. توا ما بقى كان باش نحطوها كيف كيف في حكك ونغموها بالزيت ونخبيوها في الفريجيدير. تنجموا تاكلوها في ساندويتشات والا تعملوا بها سلطه بلانكيت، تجي نفس التكستور هي وهريسه الحكك. سيي عولة الهريسة حضرت، سهلة ما فيها شيء وبنينة برشا. كان عجبتكم الفيديو ما تنسيوش باش تشتركوا في الشان كان مازلتوا ما اشتركتوش، وتابعوني على لي ريزو سوسيو الفيسبوك والانستغرام باش تشوفوا لي ريسيت اللي ان شاء الله قريب باش نحطهم في الشان. واهم حاجه تبارطاجيوها وتدعموني برشا جيمات وكومنتات. قبل ما نكملوا نحب نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك وعلى الامه الاسلاميه الكل، وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. وتوا ما بقى كان باش نقولوا مع بعضنا اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال.